السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم أبطال في فيديو جديد. النهاردة حبايبي هنحل مع بعض مراجعة على ما سبق دراسته من القواعد النحوية من كتاب سلاح التلميذ لغة عربية الصف الرابع من صفحة 8 لصفحة 19. نقول بسم الله. ما تنساش يا حبايبي حطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان كل فيديوهاتنا توصل لكم من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. أول حاجة أنواع الكلمة. طبعا احنا عارفين الكلمة حبايبي، أي كلمة في الدنيا بتنقسم لإيه؟ اسم وفعل وحرف. الاسم هو ما كلمة بتدل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة. الفعل كلمة بتدل على حدوث شيء في زمن معين. وأنواع الفعل طبعا عندنا فعل ماضي ومضارع وأمر. طيب الحروف كلمة لا تعطي معنى إلا طبعا مع غيرها من الكلام، زي حروف الجر وحروف العطف. طب تعالوا نشوف هنا بيقول لك إيه. اقرأ الفقرة ثم أكمل الجدول وفقا للمطلوب. ذهب أحمد إلى حديقة الحيوان، بدأ الجولة بزيارة الزرافة فشاهد الحارس بيقدم الجزر لها، ولاحظ لافتة مكتوب عليها انتبه للحيوانات برنامج غذائي فلا تقدم لها طعامك. ثم سمع صوت الأسد المخيف بيزأر في القفص. الأسماء هنا يا شباب، عندك اسم إنسان زي أحمد، اسم حيوان زي الزرافة. خلاص ما قالك الزرافة اهي. طيب المكان الحديقة، والنبات الجزر، والجماد القفص. طيب الأفعال اللي ذكرت هنا في الفقرة، عندك ذهب فعل ماضي وبدأ فعل ماضي، إنما المضارع يقدم ويزأر، والفعل الأمر يأمر أو انتبه. الفعل الأمر إيه؟ انتبه. طيب يا باشمهندس بيقول لك هنا الحروف، هتقول له عندك حروف الجر زي في وإلى، وحروف العطف زي الواو وثم. طيب أكمل بكل جملة بما هو مطلوب بين القوسين. هتقول له هنا أنهى هاني واجباته، أنا حطيت هنا فعل ماضي. الفيل له خرطوم طويل، ده اسم حيوان. فاز مراد في المسابقة، ده اسم إنسان. تتفتح الزهور في الربيع، ده فعل مضارع. لا تضع حقيبتك على الأرض، ده في حرف جر. ذاكرت ثم ذهبت إلى التمرين، ده حرف عطف. ودي كانت صفحة 8. يلا بينا على صفحة 9. ما تنسوش حبايبي اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا. علامات الاسم يا باشمهندس ان هو بيقبل دخول الالف واللام، والاسم بيقبل التنوين، وكلمه بتنتهي بتاء مربوطه او بيسبقه حرف جر او اداه النداء. حماك الله يا مصر يا مصر، هنا هتقول له هنا سبقها بحرف نداء اهو، هتقول له مسبوق باداه النداء. استعرت كتابا من المكتبه، أنا عندي كتابا ده فيها تنوين. طيب وقف العصفور على الشجره، العصفور فيها الف ولام يبقى معرفه بال او دخول الالف واللام. هاجرت ابنة خالي إلى فرنسا، ابنة هنا حبايبي هتقول له بتنتهي بتاء مربوطة. أخذت القلم من شيماء، شيماء ده مسبوقة بحرف جر. طيب المفرد والمثنى والجمع بيقول لك هنا إيه. اقرأ الكلمات الآتية ثم ضع خط تحت المثنى. أرنبان، أرنبان دي مثنى فأنا أحط خط عليها. حلوان لا دي مفرد. متحابتان برضو مثنى. يأكلان دي فعل. هو عايز ماشي هنقوله دي مثنى برضو. نحلتين تمام. طيب هنا بيقول لك أكمل أكمل كالمثال. القطة هتقول القطتان والقطتين. الكتاب الكتابان والكتابين. مثنى يعني بيرفع بالآب. بص ممكن المثنى يكون آخره أو الألف ونون أو ياء ونون. المعلم يبقى المعلمان والمعلمين. العازفة هتقولوا العازفان العازفتان والعازفتين. دي صفحة 9. يلا بينا حبيبي على صفحة 10. صفحة 10 يا شباب بيقول لك صنف الكلمات في الجدول. عايز الكلمات اللي فيها جمع مذكر سالم وكلمات جمع المؤنث السالم وجمع التكسير. طبعا عندي جمع المذكر السالم عندك حاكمون مديرون مسافرين. جمع المؤنث السالم اتجاهات مكونات العالمات. جمع التكسير أماكن أعمار شواطئ طرف. خلاص. طيب طرق. خلاص يا باشمهندس. طيب اكمل هنا بما هو مطلوب بين القوسين. حطني هنا بيقول لك حط لي اسم مفرد، يبقى المعلم بيشرح الدرس. القي السلام على الجالسين في الطريق، دي جمع مذكر سالم. تعلم اخي قيادة السيارات، دي جمع مؤنث سالم. تغرد العصافير عند شروق الشمس، دي جمع تكسير. اختر الكلمة المناسبة. هنا هتقول المسافرون منتظرون في المحطة. الفتيات مهذبات. تتدلى الثمار من غصون الشجرة. كلمة غصون جمع هتقول له جمع تكسير، طبعا غصون دي جمع تكسير. دي صفحة 10. يلا يا باشمهندس على صفحة 11. صفحة 11 ضمائر المتكلم أنا ونحن. أنا للمفرد ونحن للجمع. أنا هنا هقول له أنا أحب مادة الرياضيات، ينفع أقول له نحن نحب؟ نحن أحب؟ لا طبعا. نحن لاعبتان، ينفع أقول أنا لاعبتان؟ لا طبعا. أنا للمفرد، نحن للجمع وللمثنى. يبقى نحن لا نقول إلا الصدق. أنا تلميذة في الصف الرابع. أكمل بضمير مخاطب. ضمائر المخاطب اللي هي إيه؟ أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. أنت للمفرد المذكر، أنت للمفرد المؤنثة، أنتما للمثنى بنوعي سواء بقى مثنى مذكر مثنى مؤنث، أنتم لجمع الذكور، أنتن لجمع الإناث. هنا هتقول له أنتم عمال،
أنتما معلمتان، أنتما للمثنى اهي. أنتما لاعبان، برضو اللي هي لاعبان دي مثنى. أنتن رسامات، ما هي رسامات دي تاخد أنتن، وأنتن دي الجمع الإيه أهي. أنتن الجمع المؤنث اللي هو جمع الإناث يعني. أنت فتاة، أنت للمفردة المؤنثة. أنت جار كريم. دي صفحة 11. يلا بينا على صفحة 12. صفحة 12 يا حبايبي بيقول لك هنا أكمل بضمير مناسب. طيب هقول له هنا، بيقول لك هنا كملي بضميرها، وتقول له هي تسعى إلى النجاح، هن طباخات ماهرات، هو متقن لعمله. هتقول له هنا هما يجيدان اللغة العربية، هم رجال صادقون، هما عالمتان كبيرتان. طيب اختر الكلمة المناسبة. هنا هتقول له هو طالب مجتهد، أنتم رسامون موهوبون، أنا أحب الرسم، أنتما فتاتان مهذبتان. هنا بيقول لك اكتب الجمل وفقا للضمير. طيب أنا عايزة هنا أحط أنت، هقول له أنت بتمارس الرياضة، أنا أذاكر دروسي بجد، نحن يبقى نحن نتعاون مع زملائنا أهي يا حبايبي. دي صفحة 12. يلا يا بطل على صفحة 13. صفحة 13 بيقول لك املأ الفراغات كالمثال. هنا بيقول لك القمر في السماء، هتقول له منير، ومنير دي خبر. طيب الموج في البحر مرتفع، الموج مبتدأ، اللاعب في الملعب، اللاعب هنا مبتدأ، الحديقة التي زرتها جميلة، وجميلة هنا خبر. المبتدأ والخبر، المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. هنا هتقول له الرياضة مفيدة، الرياضة مبتدأ ومفيدة خبر، وعلامة الرفع الضمة لأنها مفرد. الفواكه لذيذة، الفواكه مبتدأ ولذيذة خبر، علامة الرفع الضمة لأنها جمع تكسير. السيارات سريعة، السيارات مبتدأ وسريعة خبر، علامة الرفع الضمة لأنها جمع مؤنث سالم. الأصدقاء أوفياء، الأصدقاء مبتدأ وأوفياء خبر، علامة الرفع الضمة لأنها جمع تكسير. ودي صفحة 13. يلا بينا على صفحة 14. الجملة بيقول لك حدد لي فيها المبتدأ والخبر وعلامة الرفع وبين السبب. النجمان في الأفق منيران، النجمان مبتدأ، منيران خبر، علامة الرفع الألف لأنه مثنى. الصديقتان مهذبتان، الصديقتان مبتدأ، مهذبتان خبر، علامة الرفع الألف لأنه مثنى. طيب هنا بيقول لك حول المبتدأ والخبر في من المفرد للجمع. طيب المتعلم حريص على المعرفة، دي مفرد، عايزة أخليها جمع، يبقى المتعلمون حريصون على المعرفة. هنا جايبها لك جمع وحولها للمفرد. الفنانون جمع مذكر سالم، فأنا هخليها للمفرد، يبقى الفنان، يبقى الفنان مبدع في أعماله. المتنافس متحمس للفوز، دي مفرد، هقول له المتنافسون متحمسون للفوز. صل كل جملة بالإعراب الصحيح. الشوارع واسعة، يبقى مبتدأ مرفوع على رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. اللاعبون متحمسون، متحمسون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. السائحات سعيدات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. السيارتان سريعتان، السيارتان هنا هتقوله مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ودي صفحة 14. يلا بينا على صفحة 15. صفحة 15 يا باشمهندس تدريبات عامة على القواعد النحوية. اختر حضر طابور الصباح، هتقوله هو. طيب طالبة هتقول لها أنتي طالبة مثالية. طيب عاملات هقول لهم هن دي الجمع الإناث، وجمع الإناث جمع المؤنث السالم بيكون آخره ألف وتاء، يبقى هن عاملات مجتهدات، هما زميلان في الصف. أكمل كل جملة حسب المطلوب. حط لي ضمير المتكلم، هتقول له نحن نساعد المحتاج. فاعل يجتهد الطالبان في المذاكرة. فاعل جمع مذكر يحرص المسلمون على أداء الصلاة. العاملان مجدان، العاملات مجدات، أنا عايز مبتدأ، طالما هنا فيها خبر والخبر فيه ألف وتاء يبقى المبتدأ فيه ألف وتاء. العاملات مجدات في عملهن، جمع تكسير، أحب قراءة القصص. ضع خط تحت الخبر في الجمل الآتية ثم اذكر علامة الرفع. الوردة حمراء، أنا عندي حمراء، الوردة مبتدأ وحمراء خبر وعلامة الرفع الضمة. المصريون كرماء، المصريون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وكرماء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. الصديقان وفيا، الصديقان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وفيا خبر مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. العلماء عائدون خبر مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. الطالبات مهذبات مبتدأ وخبر، وهنا مهذبات خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. أبي مبتدأ ومهندس خبر، هتقول له هنا مرفوع علامة رفعه الضمة. اقرأ الفقرة ثم أجب. رأى خالد فراشة جميلة فحاول أن يمسك بها ولكنها طارت فجأة، وقالت له الفراشات متعة،
للعين لا للعب يا خالد. رد قائلا أنا آسف. قالت لا عليك، ما رأيك أن نتفق أنا ألعب مع صديقاتي وأنت تلعب مع أصدقائك لتفرح برؤيتنا وتبقى الفراشات بأمان. فاتفقا على ذلك وودعها بسلام. جملة فعلية تقول له رأى خالد فراشة جميلة، دي جملة فعلية. مبتدأ هتقول له مثلا كلمة الفراشات متعة، الفراشات. طب اللي عندي هنا ضمير متكلم تقول له أنا أهي. طيب ضمير المخاطب تقول له أنتي. خلاص. طيب هنا أهي فعل ماضي طارت، فعل مضارع نتفق. طيب كلمة أصدقاء الجمع تكسير. كلمة أمان اسم لأنها سبقت بحرف جر. حول الجملة للمثنى وغير، هي فراشة جميلة يبقى هما فراشتان جميلتان، ودي صفحة 15. يلا بينا على صفحة 16. يلا يا شباب، بيقولك هنا اختر الإجابة الصحيحة. إضاءة الغرفة مريحة للعين، تتحقق للعين. ده الكتابة الصحيحة على حرف اللام اللي هو ايه متصل، حرف الجر. نحقق الأهداف تلو بالإصرار. اللاعب سريع كالفهد. لا تكذب فالصدق نجاة. أدخل بقى الحروف الباء والكاف والإلفاء على الكلمات. هنا هتقوله بالغذاء كالغذاء، للغذاء فالغذاء. الطريق بالطريق كالطريق، للطريق فالطريق. الإشارة بالإشارة كالإشارة، للإشارة فالإشارة. الهدف هتقوله بالهدف كالهدف، للهدف فالهدف. الاقتراح هتقوله بالاقتراح كالاقتراح، للاقتراح فالاقتراح. دي صفحة 16. يلا بينا حبايبي على صفحة 17. صفحة 17 اختر علامات الترقيم المناسبة لتكمل الحوار. قال المعلم، تحط نقطتين القول. ما رأيكم؟ ده أسلوب استفهام، تحط علامة استفهام. النظافة أمر ضروري لأنها عنوان التقدم. دي جملتين بس هنا يعني بيبين لك سبب الجملة الأولى، فأنت هتاخد الفصلة المنقوطة. سأل الأب ماذا نفعل، يبقى تحط علامة استفهام. أجابت هدى، هتحط نقطتين للقول. نرمي القمامة في سلة المهملات، نقطة. خلاص يا شباب. قال المعلم، هتحط فصل. أحسنتم يا أبنائي، اللي بيجي بعد أسلوب النداء فصلة. ما أجمل، ده أسلوب تعجب، تحط علامة التعجب. أكمل الجمل الآتية بعلامة الترقيم. هل هتحط علامة استفهام لأن ده هل دي أداة استفهام. طارق ولد مهذب، دي جملة عادية، حط نقطة. ما أروع منظر السماء، حط علامة علامة تعجب لأن ده أسلوب تعجب. أجتهد لأحقق التفوق، حط فاصلة منقوطة. قالت الأم اغلق المصباح يا فارس، حط نقطتين القول. يا أحمد حط فاصلة. نظف أسنانك. دي صفحة 17. صفحة 19 يا شباب. صفحة 18 بيقول لك هنا ضع خط تحت كل كلمة تحتوي على حروف بتنطق ولا تكتب. أنا عندي هنا الله، عندك هنا حرف الألف. هذا، في هنا حرف الألف بعد الهاء. لكنها برضو عندك هنا ألف بعد الكاف. هذا في ألف هنا بعد الهاء، وهؤلاء برضو في هنا ألف بعد الهاء. الرحمن في هنا ألف بعد الميم. هذا في هنا ألف بعد الهاء. ذلك في هنا ألف بعد الزال، بس طبعا هي بتنطق ولا تكتب. طيب أكمل. بيقول لك هنا خبر واضبطه، هتقول له القصص ممتعة. هذه المعلمة بيقتضي بها الطالبات لحسن خلقها، يبقى أنا حطيت اسم إشارة للقريب. الطائر واقف فوق الغصن. سأقابل أصدقائي مساء. هذان التلميذان مجدان. الفستان جميل وسعره رخيص، حرفه. ذلك النجم، ده اسم إشارة للبعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، دي من أسماء الله عز وجل. أعجبني الكتاب الذي قرأته، ده اسم موصول، ودي صفحة 18. 19 من جماليات التعبير المجازي والحقيقي. التعبير المجازي الحقيقي الأول ده إن أنا بستخدم اللفظ في معناه الحقيقي، زي ما أقول له ابتسمت البنت، هي البنت بتبتسم، ده حقيقي. إنما المجازي إن أنا بستخدم اللفظ في غير معناه، زي ما أقول له ابتسمت له الدنيا، هل الدنيا بتبتسم؟ لا طبعا، فده مجازي. طيب هنا بيقول لك ده علامة صح أمام التعبيرات المجازية. هتقول له الأمل بيزرع. هو الأمل بيزرع، هو شبه الأمل بأنه إنسان أو فلاح بيزرع، فطبعا ده مجازي. النيل هو القلب، مجازي. هو النيل قلب. طب يقدم العلماء علما بيضيء حياتنا، هو العلم بيضيء الحياة، طبعا مجازي. العلم بينير، طبعا مجازي. الصبر مفتاح، صور الصبر بأنه مفتاح، طبعا ده مجازي. الكتاب صديق وفي، تحط برضو دي مجازي. يحكي النيل، هو النيل إنسان بيحكي، ده مجازي. اكتب نوع التعبير، في تعبير حقيقي ولا مجازي. هتقول له ارتسمت البسمة على وجه الصباح، ده مجازي. ضحكت بالأمس كثيرا، ده حقيقي. أحييك يا بلادي، ده مجازي. أقبل المساء، ده مجازي. نحب القلب الصافي، مجازي. أحييك يا معلمتي، ده حقيقي. اختر الإجابة الصحيحة. جلس الأبناء مع الكتاب يتراقص، نقط فرحا، هتقول له الطائر. طيب هنا يحكي نقط عن جمال الطبيعة، هتقول له البستان. نأخذ من النهر، هتقول له شهدا. تنظر، هتقول له الشمس لتلاميذه
للتلاميذ بابتسامة. وكده يا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة حبايبي. مع السلامة.